السلام عليكم شباب. اليوم باش نعطيكم تحليل دقيق لكل مباراة فاتتك الدوريات الخمسة الكبرى. باش نحلوا مع بعضنا اليوم مواجهة نادي ليفربول بتشيلسي، باش نحلوا كذلك مباراة ريال مدريد فيا ريال، باش نحلوا كيف مباراة اليوفي ميلان، باش نحلوا كيف مواجهة برشلونة اشبيليا، وباش نحلوا كلاسيكو تونس، كلاسيكو النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. قبل ما نبداو الفيديو متنساش اللايك والفولو، خاطر الفولو واللايك هما اللي يشجعوني باش نستمر في الاعتبار هذا. نبداو مباراتنا، مباراة تشيلسي وليفربول. مباراة كانت بأتم معنى الكلمة مش عادية من قبل نادي تشيلسي. ليفربول ينهز المباراة الثالثة على التوالي بعد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ثم يذهب إلى مواجهة أخرى في دوري الأبطال أمام جالاتا وينهزم. كان هزم في الدوري الإنجليزي نهار السبت قدام نادي ليفربول، قدام نادي تشيلسي اللي قاعد يقدم في أداء ممتاز جدا مع إنزو ماريسكا. كيف مواجهة تشيلسي، كل مواجهة خير من الأخرى، مواجهات كبيرة. كما شفنا انزو ماريسكا قاعد يبدل في التكتيك، قاعد يبدل في الجوالات ماتش ورا الاخر. شفنا البارح، شفنا نهار السبت احسن مواجهة لكراتشو منذ انتقاله لتشيلسي. كيف شفنا كهدف كايسيدو التاريخي. اذا كان ما شفتش ادخل لصفحة بين سبور على اليوتيوب، غادي تلقى معناتها مواجهات باش نحكي عليهم الكل، وتشوفوا هدف كايسيدو التاريخي اللي ما تفكرش عليه. نمشيو تو من الدوري الانجليزي الى الدوري الايطالي. الدوري الايطالي مواجهه ما بين نادي تشيلسي، عفوا بين نادي اليوفي وميلان. مواجهه كانت تاريخيه، مواجهه كانت مش عاديه بالنسبه للفريقين. نادي ميلان قدم مواجهه ممتازه جدا تكتيكيا ومعنويا. كيف أليجري الذي دخل الملعب اليوفي وهو خاب عليه تقريبا مدة 5 سنين، بدأ بشكل اليوفي رجع الملعب اليوفي، لكن المرة هذه مدرب AC ميلان. شهدت مواجهة كبيرة ما بين لوكا مودريتش و لاعب يلدز. تواجهوا كونتر بعضهم زوج جوارات. مودريتش قدم من احسن مبارياته مع نادي ميلان. مواجهه كانت ممتازه لمودريتش، كيفاش يخرج الكره، كيفاش عطاه الكره لبوليزيتش الذي تعرقل في ضربة جزاء وربح ضربة جزاء، لكن هنا بوليزيتش هدر ضربة جزاء وانتهت المواجهة بنتيجة 0-0. نمشيو تو لتونس، مواجهة كلاسيكو ما بين النجم الرياضي الساحلي والترجي التونسي. مواجهة كانت مش عادية، تم على الكلمة. الترجي سيطر على المواجهة سيطرة مطلقة ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. الشوط الثاني تبدلت شوية معطيات، تحركت شوية النجم الرياضي الساحلي، لكن ما فماش إفادة. كيف اللاعبية اللي قدموا مباراة كبيرة اللي هما يوسف البلالي مع نادي الترجي التونسي، واللاعب كريسيا أبو علي لاعب الترجي التونسي الجزائري اللي دخل الشوط الثاني مكان صاحب الهدف يانساس. قدم الشوط الثاني مش عادي، يراوغ يفنتي، وكان تسبب في تسديدة جات على البار. يعني شوف مواجهة مش عادية. المواجهة دي انتهت 1-0 للترجي الرياضي التونسي. انتقلوا الآن من تونس إلى إسبانيا لمحاولة مباراة ريال مدريد وفيا ريال. مواجهة كانت ممتازة جدا من ناحية فيا ريال. كيف الشوط الأول. الشوط الثاني انقلب نادي ريال مدريد مستواه وسجل هدفين عن طريق فينيسيوس جونيور وهدف عن طريق كيليان مبابي. فمن لاعب في ريال مدريد ركزوا لي معاه مليح، هو الأرجنتيني ماستانتونو، مهاجم ممتاز جدا يليق نفس حجم ميسي، نفس مراوغات ميسي. تابعوا معاه الجوار هذا واستحفظوا عليه نادي. نمشيو مباراة برشلونة واشبيليا، مباراة كارثية. برشلونة أسوأ مباراة لنادي برشلونة منذ 3 سنوات. نعم، منذ 3 سنوات هذه أسوأ مباراة لنادي برشلونة. كان أهدر فيها ضربة جزاء اللاعب ليفاندوفسكي، وكان تسبب اللاعب رونالد أراوخو كالعادة ضربة جزاء
إشبيلية وانتهت المواجهة 4-1. إشبيلية سيطرة مطلقة، الشوط الأول سيطرة مطلقة لنادي إشبيلية في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني تحركت اللعبة شوية لنادي برشلونة، وتعرف كيفاش يدخل في المواجهة، لكن ما عرفش كيفاش يتعامل مع النتيجة، وكان أهدر ضربة جزاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، متنساش اللايك والفولو، خاطر نستنى فيك برشا كورة معايا.